عديها الناحية التانية، عدي شيل وعدي دي رخرة اهي. خد يا أحمد. خد. هاتها في الكاس. عدي بقى وصل على العلامة هنا وهنا. حسبت الناس البطاريه بتاعت الفجر. ايه اللي حصل النهارده بالظبط؟ والله اول حاجه هتعرف بحضرتك. انا مهندس احمد فوزي الاسحاقي المطريه. اهلا وسهلا. اهلا بيك. احنا طبعا يعني الساعه 4 كده 3:30 4 لقينا العمليات بتتصل بتقول لي في اعمال حفر بتتم في شارع الكرول على نص شارع العبادي. الحفر دوت حفر طبعا نتيجه توصيل صرف صحي وخدسه لاحد العقارات المطله على الشارع. نتج عنه كسر ماسوره ميه وماسوره غاز رئيسيه. يعني كان في حفر بيتم في احد العقارات السكنيه خلص. فنتج عنه كسر. بالظبط كده. طبعا على الفور بتاع المعمور وبتاع الامن والمطافي ماسوره غاز كبيره سرب وملى المنطقه كلها غاز. فطبعا توجهنا ليه واخذنا الغاز. اول حاجه عملناها اخذنا الغاز عن المنطقه لغايه لما نحكم الكسر نفسه. وخد تقريبا معانا ساعتين في ان احنا يعني قطعنا الغاز عن المنطقه تقريبا ساعتين. في اي خسائر يا فندم؟ وبعدين رجعناه تاني. في اي خسائر؟ لا الحمد لله. يعني كان في سرعه تحرك من الاجهزه التنفيذيه سواء الحي او الشرطه او الاسعاف او كده. وابتدينا نتعامل في الموقع زي ما سعادتك شايف كده. عملنا كوردون عليه ومنعنا اي تواجد من خلاله. جبنا شفاطات الميه والصرف الصحي موجود. ومفيش اي اشتعال حصل. نعم. مفيش اي اشتعال نيران حصل. لا الحمد لله قدرنا نسيطر على اشعال النار. ما كناش هنسيطر عليه. ده ماسوره غاز رئيسيه. طبعا الحمد لله قدرنا يعني نحكم العمليه بفضل جهود بتوع الغاز لان بصراحه يعني كان لهم دور فعال. وطبعا زي ما انت عارف ساعتك موجود معانا كده. احنا من الساعه 4 الفجر موجودين الصرف الصحي والميه وجميع المرافق. والحمد لله سيطرنا ودينا بنصلح الماسوره حاليا. شكرا. مشروع